أشق في كل مكان، تحياتي لكم. اليوم بدي أخذكم على منطقة بإسطنبول الآسيوية. هالمنطقة هي إلها سحرها الخاص، رح أخليكم تعرفوا 3 أسباب رئيسية اللي تخليكم تزوروا هذا المكان، لأنه فعليا جوه مختلف تماما عن بقية أجزاء اسطنبول. وطبعا أي حدا بده معلومات سياحية زيادة عن اسطنبول يدخل على بطل السفر، في عندهم حتى رحلات صبنجة ولا إزميت، وبنفس الوقت كل فيديوهاتي عن اسطنبول بتلاقوها ببطل السفر، وبالتالي حتعرفوا عن اسطنبول أكثر من أهل اسطنبول. ويلا لوين؟ على اسطنبول العشق. هاي هون توصل من عبارة كاديكوي، تطلع على هذا الشارع قدامك هالك بانك، مباشرة بتلف على الطرف الثاني بتلاقي هذا المدخل الخاص. من هون بقى بتدخل على السوق، هون بقى بتلاقي الشغلات المقلدة. ne kadar? 120 120 lira. Louis Vuitton. O zaman istersen gel. Hadi görüşürüz. Aynen. هون بتلاقي بقى الأحذية، بتلاقي كل شيء بدك إياه. bakar mısın? شوفوا شلون كله هون بقى أحذية يمين يسار. ممكن حتى 200 ليرة بتلاقي، هذا كله ب 200 ليرة. والله أسعار كتير رخيصة، يعني أقل من $10. يعني أكيد الكواليتي تقليد، بس الأسعار مجنونة صراحة. هون بقى يعني أفضل مكان هي كلها ب 200. والله نايك، أديداس، ييزي أفندي. حتى مكتوب كمان جوا، ها شوفوا عشان ما تخلوا بنفسكم. حقه تقريبا $8. هون بقى بتلاقي كمان ملابس. هي كلها محلات، طبعا المحلات اللي بدها تسكر الساعة 8، فلازم تكون موجود تقريبا الساعة. هي قمصان لاكوست مثلا. مرحبا abi. Gömlek çok var. Ne kadar? 300. 300. اوكي 300. Başka model teni var, Mityen Hamsin model. اوكي يعني 200 300. Mityen Hamsin var. ممتاز. تشكرلار abi. يعني هون الأسعار صراحة تعتبر كتير رخيصة. هذا كله بسوق كاديكوي. مثل ما شايفين تشكيلة الأحذية هون والشغلات هي كتير لطيفة. حتى هون حتى نشوف الشنط. مرحبا أبي. تعال نشوف مثلا شغلة هيك، ما بدنا نشوف قس، بدنا نشوف Abi Michael Kors ne kadar? O 400 lira olur. 400 lira? 400. Yes. All 400 500. All 400 500. هذا كله هون ب 400 و500 ليرة. بتكمل هون وبتكمل هون كمان.
هذا كله صاير مثل مكان تشتري منه الأغراض والبراندات، مثل ما شايفين الأسعار 200 300 500 ليرة، يعني حوالي 10 ل 20 دولار. بتكمل هون لتحت بقى، دخلت على كاديكوي والمطاعم وأجواء الميهانة وهالقصص هي كلها. طبعا بتكمل بهذا الشارع كله، بتلاقي هون لسه في المحلات تبعت الملابس معباية المكان. حتى هون محلات الكترونيات. ومثل ما شايفين كلهم اتراك هون، اجانب يوك، او مثل ما بقولون يابنجي يوك. وعيش زيد بهذا الشارع. طبعا مثل ما شايفين اجواء كاديكوي كتير حلوه ومميزه. يعني هيك بتحسها جوها لطيف صراحه. طبعا هذا الفيديو عشان تكونوا واضحين هذا مصور اثناء الدولار ب 26 ليره، وبالتالي هاي الاسعار بعد الرفع. मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। आप अपना चल लें। थैंक यू सो मच। هذا كمان واحد مشاهير كتير هون في الموضوع، اللي هو لحم بعجين اسمه بورصة من 1968، معروف جدا هون. درومشو لطفي كمان. يعني صراحة هون أجواء كتير لطيفة بكاديكوي كتسوق وكحلاوة مكان لطيف جدا. هون تبعت العطارة موجودين. يعني الصابون ب20 ليرة، العود ب25 ليرة. هادو كمان بكون مكسرات. مثلا لو دخلنا لجوا شفنا اي هون مثلا اللوز ب 360، الفستق البندق 340، الكرشك هي ب 210. هذا كله للكيلو. لو بدك تدخل اكثر على مثلا هدول المجففات، هاي مثلا جوز هند بحوالي 330 ليرة. الكيوي 260 ليرة. يعني مقبول جدا الأوضاع. هون بتلاقوا هذا المطعم، هذا كمان مثل بسموه لوكانتا تبع الاتراك. تدخل لهون لجوا وبيكون عندك، شوفوا الاسعار تبعته كيف مقبوله جدا، ب 22 ليره، الدونير ب 98، السجاره الكفته ب 80. تدخل لجوا بتنقي اللي بدك اياه، اللي هو نمط الاكل التركي مطبوخ كله طبخات. تاخذ الصحن بتنقي اللي بدك اياه، بتكون الاسعار موجوده عندك هون. الباميه ب 48 ليره، الشوربه ب 22، حقها برا حوالي 35 ل 40 50 صارت. فبالتالي هون الاسعار تعتبر كثير اقتصاديه. تاخذ اللي بدك اياه وبعدين بتحاسب هون بالاخير. وطبعا مثل ما شايفين حواري كاديكوي لا تنتهي ابدا.
ما شاء الله هذا كله مستمر لقدام. بس تخلص من هون بقى بتبدأ شوارع البارات. هاي كلها هلا كمان ساعة بتلاقي الدنيا مليانة عمرانة. من ما شفت شلون انه في خيارات كتير كبيرة هون للتسوق من كاديكو، ولكن كمان بس تخلص من التسوق في كمان عندك اعداد كتير حلوة. مثل ما في بارات في كمان محلات للشاي. هاي المحلات البسيطة حق الشاي فيها 10 ليرات، تقعد فيها وبتستمتع بأجواء اسطنبول بالرواق. أخي كل واحد الجو اللي بده إياه موجود. ويلا هاي رجعنا مرة ثانية لنفس المكان بعد ما أخذناكم جولة. ما شاء الله شوفوا الزحمة، فعلا الروح المكان جميل. طبعا اي حدا ما بيحب اجواء السهر هون بكاديكوي بامكانك تيجي بكير. يعني بتيجي تقريبا على الساعة 3 العصر وبتخلص من هون الساعة 8 9، بترجع بعدين على مكان ما جيت. وبالتالي بتكون حتى يعني الناس لسه ما بتكون بلشت، وبتكون انت اخذت اللي بدك اياه، تسوقت او استمتعت بالجو تبع المدينه تبع المنطقه، لانه مثل ما شفتوا الجو مختلف شوي عن بقيه اماكن اسطنبول. وبترجع وبتخلص امورك ويا عيني ويا ليل. وبعد هيك هلا بتنزل هالنزله بعد ما تكون فتلتك وبدك تطلع بقى على البحر. خلص الرجوع تبعك هذا هو هون بيكون عندك الاجواء عشان تطلع على الميناء. يعني خزات العين ما شاء الله، أمم وهذا كله لسه هون عندك. وبتكمل الأخير هون بقى لين ما تلاقي اللي هو الميناء اللي حترجع منه على على الجانب الأوروبي لو أنت ساكن بالجانب الأوروبي. بس أنا عشان أورجيكم الأجواء هون. هاي هون عندك صار المترو، وراه صار عندك العبارة، ومباشرة بتاخذ العبارة على الجانب الأوروبي. وهيك بقى بتكمل هون وين ما بدك بكاديكوي. مثل ما شفتوا شلون الأجواء هون مختلفة تماما. ولو كملت شوي لهون بقى باليمين حتلاقينا نحن رجعنا محل ما كنا. هاي كلها كاديكوي، المنطقة هي اللي على اليمين هون بتشوفوا كل شيء بدكم اياه. هذا هو الشارع الرئيسي، اللي عبارة هنيك. هون صارت كاديكوي، واي مكان بتدخل فيه وعيش وزيط على كيفك. وانت حتوصل من هون محل ما بتجي من العبارة من القسم الأوروبي، بتكمل تخليها بظهرك وتطلع لقدام لما تلاقي على شيء اسمه الهالت بانك.
طبعا انت لو مشيت بدل ما تدخل على السوق كملت من عند الطريق وطلعت على هذا الطريق الرئيسي حتكمل بقى بكاديكوي. بس طبعا هون حتطلع على الشوارع الرئيسية الدنيا أوسع وأكبر. هذا هو التور الشهير تبع كاديكوي. هذا هون تقريبا يعتبر نص كاديكوي تماما، بيقسمها بين المنطقة القديمة والمنطقة الجديدة. هاي هون مثلا المنطقة، شوفوا هون في رواق أكثر، بينما هون المنطقة المزدحمة. هذا هو التور. هذا هو التور كاديكوي. وحتى هون يعني بحكي لك عن قصة هذا التور، كان بواحد من العصور العثمانية وجابوه وحطوه هون. هاي واحدة من الساحات الرئيسية هون. وبعدها بقى في هون كمان محل التسوق، بس هون محلات كتير رخيصة وما لها تقليد ماركات، هون فقط للشراء. هون بتلاقي تابوك دونيسي جنبه مقابل التور. تدخل هون بتلاقي يمكن أرخص الأسعار الموجودة، على 99 ليرة وعلى 80 ليرة 200 ليرة وهلم جرا. مثل هيك صاير سوق شعبي للأتراك، مثل ما شايفين هون كلهم أتراك. بتلاقي فعلا أسعار رخيصة جدا، هذا ب 200 ليرة مثلا. وهون بكاديكوي كلهم بفضلوا الكاش، كاش كاش كاش، لأنه بيضيف لك 10 أو 20 ليرة على البطاقة. كله بكتب لك نكت، نكت يعني كاش. ثانك يو. حتى هون في كمان تبع التقليد، ولكن مو مثل ما شفناه قبل كل شوية. هيك بقى بيكونوا غطيتوا يعني التسوق الكامل هون للناس اللي بدها تاخذ شيء هيك بأسعار اقتصادية. والأهم من هذا كله بكون التجربة الحقيقية صراحة ممتعة هون بكاديكوي. هون بقى ما بتنتهي من كمية الشغلات اللي بتشوفها هون بكاديكوي صراحة. طبعا من الشغلات اللي ممكن تتسوقها هون كمان بكاديكوي، في عندك مثل شارع مليان فساتين أعراس. شايفين هذا هون دوار التور تقريبا مشهور هون كتير بكاديكوي. من هون بتجي من العبارة، من اليمين بتجي من العبارة. هون صارت محطة المرمراي والمتروبوس. فلو نزلت بهذا الشارع راح تبدأ تشوف هون محلات تبعت الويدنج أو فساتين الأعراس بشكل كتير يعني. هلا حتشوفوا بعد برجر كينج هون تبدأ بقى المحلات. مثل ما شايفين عبارة عن عماير كاملة. هاي هون عماير كاملة تماما، رجالي ونسائي. فهذا كمان يعتبر مكان الناس اللي حابة تجرب وتشوف شو الوضع، كيف مثلا إذا بدهم فساتين أعراس أو تجهيز الأعراس. هذا هون لسه كله هذا الشارع فيه أكتر، فيه كتير محلات فعليا. شوفوا والله هذا هون كله رجالي ونسائي بنفس الوقت. لو أخذت هون من التور خليته بظهرك كمان ورحت على الناحية اللي فيها التوركسل هون، اللي هو الناحية اللي فيها الترام، حتلاقي هون بقى بتدخل على المناطق السكنية شوي في كاديكوي. هون بقى بتصير الدنيا عبارة عن أكثر شيء يعني
هيك شغل كافيهات ومطاعم، مو ملابس، ولكن بضل في ملابس موجودين صراحة. ما بيقدروا الجماعة ما يبيعوا هون. طبعا مثل ما شفتوا كله بنفق على بعضه يعني، بس انه انا حبيت قدر الامكان عشان تعرفوا كيف تروحوا وتيجوا، لانه بتضيع بشكل كتير كبير. حتى هون في ليفايس كمان. واخر شيء ممكن تعمله هو تروح على شي منطقة اسمها المودا، حورجيكم اياها عشان هيك تكون ختمتوا كاديكوي بالكامل. هاي هون الحواري بتدخل على بعضها بقى. هاي ستاربكس تاني كمان. فمثل ما بتشوفون اجواء كاديكوي، الناس هون شوي طبعا روح شباب واضحة، وبنفس الوقت هون يعني عالم اوبن مايند بشكل كتير كبير، وهذا اللي بيعطيها صراحة جو مختلف تماما مقارنة بالأماكن الثانية باسطنبول. هاي هون الأوبرا. هاي كمان. طبعا هذا الشارع الرئيسي بس تكمل فيه بالأخير مثل ما هو تمشي سيدا يعني صراحة للأخير لا يمل منا أبدا. توصل على منطقة اسمها مودا ساحل. مودا ساحل مثل ما شايفين هي عبارة عن ساحل صاير على البحر. بتميز انه هو صراحة مكان كتير رايق، يعني بيجي الناس هون بتقعد، عندك اطلالة خنفشارية رهيبة على البحر وعلى اجزاء تانية من كاديكوي. بتيجي الناس بتتمشى، بتيجي بتقعد، عندكم مطل قاعدة على الصخر او حتى على العشب. مثل الناس تيجي لهون تقعد، ممكن تلاقي مثلا بالليل تيجي الناس تغني، يعني بتكون اجواء كثير لطيفة وهادية ورايقة. ومثل ما شايفين بتكون الاجواء كتير حلوة من ناحية البحر. وحتى كمان في عندهم هون باخره في هذا المكان صاير مثل اصلا هو عبارة بتجي لهون لمودا، ولكن كمان فيه كافيه وفيه قعدة فعلا حلوة. لو كملت هيك هلا بتشوف هون في مطاعم موجود، انت حابب تقعد على البحر، مطاعم تعتبر شوي غالية، ولكن لو كملت لهون للآخر حتلاقي واحد من كافيهات البلدية. هاي الكافيهات بتخليك تشتري الأسعار، وتشتري كافيهات أو شاي أو شغلات حلويات بأسعار بشتريها الأتراك، وهو عبارة عن مكتبة أصلا. فبتشتري من هون طلبات اللي بدك إياه، وعلى أساسه بتطلع بتقعد هيك قاعدة بالجنة. هيك استلمنا القهوة نطلع، وهذا هو الفيو قدام خنجرة. طبعا هذا ميناء على فكرة، ها يعني تجي سفينة تروح عليه على أماكن ثانية. هاي الفيو هون. في فوق كمان. طبعا تشوفوا كثير الاجواء بتصير بالليل هيك. هلا حورجيكم الساعه تقريبا 9. هلا حورجيكم شلون الدنيا بتصير بالنسبه للشوارع اللي فيها البارات. هذا هو الشارع الرئيسي اللي كنا فيه. هاي هون واحد من الشوارع بتصير بقى الدنيا هيك بالليل. ومثل هذا الشارع في تقريبا شيء 3-4 شوارع وهكذا. هاي بتضل شغالة 3-4 بالليل.